ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. قلت النهارده بقى نعمل قرنبيط، مع ان القرنبيط بقى مالي السوق بقى. وبص يعني الشتا دخل بقى، وعايزين بقى ايه نقوي المناعة والكلام ده كله. فجبت هنا 2 قرنبيط، معرفش انا جبت 2 ليه الصراحة يعني. بس مش مشكلة، الباقي هيتشال في الفريزر. هحطه بقى يعني يتسلق، وبعد كده نشيله بقى، يعني اعمل على قدي وبعد كده اشيل الباقي، يعني مفيش اي مشكلة عندي يعني. بتطلعيه بتلاقيه جاهز يعني. هنا بقى بقطعه خرط صغيرة جدا. انا يعني بحب ان انا ايه اخد الواحدة كده تبقى صغيرة، يعني على قد اللقمة كده او البق. هنا المية بتاعتي على النار، حطيت كمون، حطيت ملح، وايه بتغلي بقى، واحط غليت اهي، وهحط بقى القرنبيط فيها. انا مقطعه خرط صغيرة عشان يبقى حلو كده ومقرمش في الاخر، ما يبقاش القطعة تخينة يعني. بس يا دوب يعني هيستوي، مش عايزاه مهري قوي طبعا، يعني تلاقي الواحدة بوحدتها كده حلوة يعني. اه بصوا، ما بياخدش اي وقت يعني على النار. انتي تشوفيه يعني حسب ما انتي تمسكي الواحدة كده تلاقيها يعني. انا هنا شلت حبة على جنب كده. انا قلت بقى يعني اخليهم بقى وبعدين اعمل الباقي يعني واشوف، عشان الخلطة تكفي يعني. بس هنا بحط مية ساقعة عليها، يعني على القرنبيط نفسه حطيت ازازة مية ساقعة كده، يعني يبردها لي، وبيحتفظ بايه بالقرمشة بتاعته في الاخر يعني، بتديله صدمة زي ما بيقولوا يعني. بس يعني فعايزة تغسليه تحت الحنفية اغسليه، بيتشطف في الشطفة كده بس. هنا الكوباية دي وكوباية نشا وكوباية لبن، و2 طماطم كده بشرتهم مبشورين، وحطيت البقدونس، ربطة بقدونس، حطيت توم فرماه. هحط ملح وفلفل، لا ملح وكمون، ما حطيتش فلفل اسود، ملح وكمون وبابريكا، وحبة شطة صغيرة، وحبة كزبرة. بس يعني الشطة دي اختياري بقى براحتك، يعني انا ما حطيتش كتير. بس هنا بص حسب يعني حسب ايه ما تشوفي بقى. انا حطيت هنا لبن تاني، وعايزة ايه يعني اشوف بقى السكر من يعني الحجم اللي بتاع اللي انا عايزاه يعني، التقل اللي انا عايزاه. هنا بيضتين في الاخر طبعا لازم. يعني تشوفي انتي حسب العجينة بقى، مش عايزاها ولا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. محتاجة دقيق حطي، محتاجة نشا حطي. هنا كوباية نشا وكوباية دقيق، وهحط نفس التوابل: بابريكا، كمون، حبة كزبرة، حبة ملح عليها. بس كده نفس التوابل اللي حطيتها هنا على كوباية النشا وكوباية الدقيق. وبحط هنا بقى في السائل اللي هو الخليط بتاعي، وبعدين بطلعه على ايه، على الدقيق والنشا والتوابل. النشا يا جماعة بيديله قرمشة فوق ما تتخيلوا، بيبقى جميل جدا. بس وطلعي بقى وحطي كده، وبعدين حطي بقى يكون الزيت عندك على النار، حطي. جميل جدا وسريع جدا ومغذي. ان شاء الله نبقى انا شلت كيس في التلاجة بقى حلو كده، نبقى نعمله بقى صينية باللحمة المفرومة في الفرن بقى بالبشاميل، بتبقى تحفة. اللي ما بيحبوش مقلي يعملوا كده. هنا بقى بتنجان كده كان عندي برضو، قطعته كده شرايح وهحطه في نفس الخلطة. برضو هعمله برضو بالدقيق والنشا في الاخر، يعني من هنا لهنا نفس طريقة القرنبيط بالظبط، وهقليه برضو طعمه تحفة. وعايزين تبدلوه بدل بتنجان تعملوا بطاطس صوابع كده جنبها، بتبقى حلوة قوي يعني، بالعجينة نفسها اللي انا عاملاها. واقلي بقى، بس حطي بس زيت غزير شوية عشان يديك التحميرة يعني اللي هي. وعندك بقى عيش بلدي، عندك طماطم بقى كده بالخل والثوم، عندك بصل اخضر، وكله بقى. بصوا لونه تحفة، والقرمشة بتاعته بصوا هتشوفوها في الاخر، حاجة كده فظيعة يعني. ولا طري ولا ناشف، يعني جميل مقرمش من بره وطري من جوه. بصي وطلعيه بقى، حضري مصفى كده حطيها فيها عشان تصفي الزيت بتاع اللي فيها.
لازم كمان عشان يعني ايه المصفى دي كمان بتخليه يحتفظ بالقرمشة بتاعته، ما بيخلوش يطرى لو حطيتي في حاجة مغطية ولا حاجة كده محكمة، لا بيطرى منك يعني. لو قعد لتاني يوم القرنبيط ده يفضل كده مقرمش زي ما هو. هنا بقى اللي مهروس في الاخر ده هرسته كده بالهراسة بنفس العجينة والخلطة، وعملته بططته كده بصوا بالهراسة كده وهرسي كده، يبقى طالع عامل زي البفتيك. يعني يبقى طالع عامل زي البفتيك، دي طريقة تانية يعني. يعني عندك الطريقتين، والله العظيم لو ما قلتلكوش ان دي قرنبيط، ان ده قرنبيط من الاول هتحسبوه بفتيك وهتحسبوه كنتاكي مثلا، يعني او سمك مقلي، يعني مش محدش يتخيل ان بالمنظر دوت يبقى ايه قرنبيط. بصوا بفتيك مطلعاه جميل جدا وشكله وطعمه تحفة. يعني بططي كده اللي هو المهري في الاخر وحطي عليه الخلطة وكله واعمليه كله على بعض كده واهرسي بقى. خلصت اكلتنا بالبصل الاخضر بقى، وعندك عيش بلدي. بصوا انا بوريكم القرمشه عامله ازاي فيه، وهنا بقى البتنجان وقرنين الفلفل كده اهو. بفتيك ولا مش بفتيك؟ عندنا النهارده بفتيك وكنتاكي قرنبيط. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.